بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نجعلنا لكم من أهل الصلاة. ما جاء صويا لك معي أخ مدريبو وشوات وايد. أخوات النبي عسان أحبوغح. ما جاء صويا لك معي أخ مدريبو. فلا بأس بأخذه قهر ذاتهم نجا عسان هو بس نشتاحه معك شدوش كره يقع يقرأ مش صيوش متى يقع يقرأ. طيب أقول حلقة مجبرة ميل بخاد يزوين مجبرة ما شن بس نريع يجا شن جيد يجا إزريجي مجلور شو مش بكسرها شن بس نريع يجا شن جيد يجا إيش يريجي مجلور شو شن جيد يجا شن بس نريع يجا إز مجلور شو مجه يجا ضيق ميشو سعنفوش له نجع صنع خيطة بس نشتغل هو بعدش كا يجا ضيق ميجي بوش خيطة إذا يقرحونات ساعة قدات الشيخ أفتى لأن فتوى واضحة وكلام واضح. كل شعر نبت على الخدين واللحيين بس نيدا يجان يدا يجا إز مجريو إذا ياخ ميكشدات نجحسن هو بس نشتع سويوش بعدش كلا يجا خيطة إذا ياخ رخون تعقدات نجحسن هو لك دوتش بولن ياخ ميجي عبارة إذا ياخ رخون تعقدات الشعر الزائد إن كنت تسأل أيضا هو بلدر اللي ياخ ميجي بوش خيطة الشعر اللي تحت الشفة السفلى إذا دخ بعيشنا إز مشغل ورشيات تيرشو نيدي دوقتي إز مشغل ورشيات إذا يقرحون قخر ذات دلاحة يعدي إذا ولي خدر فلا إثم عليك ولا حرج إن أخذته دا يقرح قداتهم أعدي ولي خدر إذا وإن تركته فهو أولى. نجح صنع خيطة هو تصوم شو أنك دعيق مجي بوش ميرتا ولا نجي هذا أيضا ليس من شعر الحاجبين إذا تصوم شغلور شات إذا يقرحون قخر ذات ولا حرج وإن تركته يعدي إذا ميلا ذيك خدر أما كنت تسأل عن أخذ الشعر في الحاجبين كما تفعل فهذا حرام. إذا كانت المرأة ملعونة وهي المنشأة في الحلية الله دال نعت الخلال زود شنات أصلا شطوب يشبول وهو في الخصام غير مبين. إذا كانت المرأة تعرض نفسها للعن رب العالمين ديل خوير شور زود شنا استجنا نجردات الله دال نعت أدو شمنا شيديه بغضع للعن أعظم استجنا قاخد راح إيش خلاح زود شو جلات أو دوشن صوتهم شتو درجة